حصريا، وعندي زيت الشطه لكل مشاكلك تقريبا. زيت الشطه حمام زيت للشعر مرتين في الاسبوع، تحفه، وهيخلي شعرك مش عايزه اقول لك في حته تانية خالص. حتى لو البصيله متليفه هتطلع شعر. هو حد يضحك عليك ويقول لك ان ده كلام فارغ، لان زيت الشطه بيدخل في حاجات كتير جدا، زيه زي زيت الزنجبيل، زي زيت القرفه، زي زيوت كتير جدا جدا، بتحفز الدوره الدمويه وبتعمل انبات للشعر، وكمان بتدي فوليوم للشفايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمه وصحه وسلام. النهارده وانا برتب حاجات، انتوا عارفين ان انا كنت بره ولسه جايه، فلقيت كنز انا كنت عايناه، كنز بجد بمعنى الكلمه. بصوا، هو ده الكنز اللي انا لقيته. ده زيت الشطه انا كنت عاملاه، زيت شطه حمراء، شايفين اهو. هو ده اهو، انا لسه صبه من ده في ده. تمام، ده زيت الشطه. زيت الشطه ده لايه قبل اماني؟ زيت الشطه، ولو انت نقعتي مع الشطه دي كمان زنجبيل، حلو قوي قوي لو عملتيه حمام زيت للفروه. بصي براحه ايدك كده، ما يكونش عندك ضوافر وما تكونش بشرتك ملتهبه، فروه راسك ملتهبه، ولا فيها حبوب ولا اي حاجه، بشره صحيه مليون بالميه. فيها قشره ماشي، انما فيها تعوير او بكتيريا او كلام من ده، لا مش بكتيريا كمان، تكون انت هرشاها، لا، براحه ايدك كده، وبتاخدي طروف الشعر وتعمليها كده زي مساج كده، كده 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 في الفرو. سيبيه على فروه راسك، معلش الشطه مش هتعمل لك حاجه، ما تقلقيش. لو بتتحسسي بلاش، او اشتغل على التست، بس حلو جدا وفعال جدا. وتسيبيه مثلا لمده نص ساعه، وبعدين تشطفي شعرك، وبعدين تحطي حاجه مصففه او مرطبه. المصفف او المرطب يبقى ايه؟ يبقى ديكستا بانسينول او بانسينول من الاصدار القديم على جريسلين. جربي، ده ملمع، ده ملمع، هيخلي الشعريه متلمعه كده ومتهدله وجميله. بس مش بنسقسق، مش بنعمل فطيره الله يستركم. يعني هتعملي ايه؟ كل معلقه كريم عليها نقطتين جريسلين، وتقلبي كويس جدا جدا، وتحطي عليه معلقه زيت سمسم، وتقلبي ده. وتبصي ده ما يلمس الفروه بقى، ده من بعد الفروه مثلا بنص سنتي او سنتي ابتدي لمع بيه شعري، اخد الخصل كده، وهتشوفي شعرك مسترسل ومش هايش وجميل. ولو عملتي حمام الزيت ده للشعر، حلو قوي قوي قوي. حمام الزيت ده عباره عن ايه؟ ده برطمان نص كيلو، ده برطمان نص كيلو، انا حاطه فيه 5 قرون من الشطه الحمراء وشايلاهم، ما فيهمش بذر خالص. نضفتها وفتحتها وشلت البذور منها، في ناس بتسيبها بالبذر، بس انا شلت البذور وغسلتها كويس وحطيتها في الشمس لحد ما صفت الميه خالص، وبعدين اديتها نص لفه في الميكروويف كده لحد بس ما تجف، علشان لما تحطيها في الزيت ما تعفنش او الزيت يبوظ. تمام كده. تحطي القرون الشطه في نص الكيلو الزيت ده او النص لتر ده، وتحطيه في حله فيها ميه مغليه على النار، وتقفلي البرطمان كويس لمده نص ساعه على نار هاديه جدا جدا، وبعدين تلفيه بحاجه غامقه وتسيبيه 15 يوم وتشتغلي بيه. عايزه اقول لك ان انا ده سايباه اكتر من سنتين، والله كنت ناسياه، عشان كده بقى لونه كده. شايفين لونه؟ شايفين لونه؟ اظن مفيش احلى من كده والله. حلو قوي قوي قوي. عايزه اقول لك ان انت لو حطيتي معلقه من الزيت ده على الكرباميد، وعليهم نص معلقه قرفه، قلبتي كويس جدا جدا وعملتيهم على شفايفك، هتلاقي شفايفك كريز، حرفيا كريز. عشان بس الناس اللي بتقول لك انا مش عارف ايه، بصي يا حبيبتي، انا كنت عامله بصور فيديو في حته تانية وحطاه، بصي الزيت اهو، بصي جدا. استخدميه كل ليله او يوم بعد يوم على بشره نظيفه، ولا حراق ولا بيحرق ولا اي حاجه اهو. حلو قوي 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 اهو زيت الشطه. ازيدك من الشعر بيت بقى، ان انت لو جبتي معلقه زبادي وحطيتي عليها معلقه فلفل اسود وربع معلقه نشا، وقلبتيها كويس جدا، وحطيتيها على بشرتك وعملتي بيها مساج لبشرتك، هيحفز الدوره الدمويه وهتبقي قمر، ولا محتاجه عمليات ولا نفخ ولا شد. وجربي، اعملي سبسكرايب بقى للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. وان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي قوي قوي. جربي زيت الفلفل وزيت الشطه، تحفه تحفه. الفيديو الجاي كمان هقول لك ازاي تعملي فيلر من غير حقن في البيت. يلا بينا يلا بينا.